طيب يعني إيه إدارة سلاسل الإمداد والتوريد أو supply chain management؟ طبعا تعريفات الإدارة يعني ده هتلاقيه مش زي الصيدلة مثلا. هتلاقي مثلا إن أنت إيه، البارسيمول بيعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وما بيعملش واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده بشكل واضح وصريح. إنما أول ما تخش بقى في العلوم الإنسانية والعلوم الإدارية هتلاقي الدنيا إيه، عايمة حبتين. فبشكل مبسط إدارة سلاسل الإمداد هي بتعمل وظائف الإدارة في أي حاجة، اللي هو التخطيط التخطيط والتنظيم والكنترول، اللي هو التقويم والتقييم والايه، الكوتشنج او التحفيز والتحميس والقيادة. تمام. كل ده ليه؟ علشان نعمل قيمة إضافية للشركة. طب ما أي إدارة في الدنيا بتعمل كده، يعني إيه إيه الفارق بقى؟ الفارق في الأساس إن إدارة سلاسل الإمداد هي بتبص للإدارة من وجهة نظر أو من منظور معين، اللي هو بيعتمد إن أي عملية ناتجة عن إن المنتج يبقى في إيد العميل في الآخر مربوطين مع بعض في سلسلة مع بعض. تمام. وبالتالي المهام بتاعت التخطيط والتنسيق دي أولوية أساسية، من ضمن من أكتر من الأولويات التانية. يعني لو إحنا بندي ويت أو بندي تقل ل في الإدارات مثلا الفردية، لمثلا الماركتينج في بعض المجالات، زي الإدارة الطبية مثلا أو الدعاية الطبية، أو في التأمين الصحي الحسابات أو الأكاونتنج أو كده. لا، هنا في إدارة السلاسل الإمداد هو يبص على العملية من أولها لآخرها. لما علبة البنادول ما تبقاش موجودة عندك على الرف، ده معناه إن في خطوات كتير حصلت قبلك، فأنت ممكن لو فهمتها تقدر تأمن نفسك إن آخر واحد يخلص من عنده البنادول هو أنت. نمرة اتنين، تقدر إن أنت تلاقي بدايل ليك على المدى الطويل أو المدى القصير، ويمكن ربنا يكرمك في وقت من الأوقات وتشتغل زي عم سيد كده، تفتح مصنع بنادول كده وتصنع بنادول وربنا يكرمك يعني. تمام. ده بشكل مبدئي. فإدارة سلاسل الإمداد هي زي الإدارة بالظبط. يعني هو هتلاقي حتى الكلام اللي إحنا هنتكلم عنه هو كلام إداري في الأساس. فلو حد خد كورس إدارة هيلاقي الكلام فيه سيميلاريتي كبيرة، بس الفرق إن هو بيركز بشكل أساسي على فكرة التخطيط كموديول أو كنموذج، والتنسيق والتعاون ما بين الحاجات وبعضها.